السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ النهارده هنعمل كريب المطاعم وبأحلى الوصفات واجمل الوصفات ان شاء الله. بس قبل ما تتفرجي على الفيديو يا ريت ما تنسينيش في اللايك يا حبيبة قلبي انت وهي. يلا يا حبايب قلبي خشوا واستمتعوا بجمال الفيديو. هنعمل يا حبايبي معاكم النهارده طريقة الكريب، طريقة عمل الكريب بتاع العيد بقى. وطبعا الكريب ما يختلفش عليه اتنين، كبار وصغيرين كله بيحبه. فالنهارده اول حاجه هنبدا نجهزها معانا هي تتبيله الشاورما او الفراخ بتاعه الكريب. هنعمل كريب الفراخ. معايا كوبايه من الزبادي، معايا معلقه كبيره من الثوم البودر، البصل البودر، معلقه فلفل اسمر، معلقه ملح حلوه كده، معلقه بابريكا، سنه سكر. وهنقلب الكلام ده كله الجميل ده كله مع ايه؟ مع عصرة ليمونة كده، معلقتين عصير ليمون حلوين كده اهو، مع معلقة خل حلوة كده، مع معلقة عسل كده يا حبايبي برضك علشان البانيه بتاعنا يبقى طعمه حلو. وهنقلب الكلام ده كله كويس مع معلقة زيت كده يا حبايبي عشان الخليط بتاعنا يتجانس كده ونعرف نقلب فيه الشاورما الدجاج بتاعتنا. وضفت كمان يا حبايبي ربع معلقه من السبع بهارات علشان طبعا بتطعم معانا الشاورما. طبعا دي علشان شاورما كريب لا هنضيف بصل اللي هو القطع ده ولا الكلام ده. هو حطينا بصل بودر، ثوم بودر، بابريكا، ملح، زي ما انتوا شفتوا كده التوابل. وهبدا كده اسمي بسم الله اتبل البانيه بتاعنا كده. انا معايا بانيه من الشرايح، هو مش تخين، مش رقيق قوي ولا تخين قوي. كان معايا كده كيلو الا ربع من البانيه، طبعا زي ما انتم شايفين كده حسب الكميه اللي عندك. طبعا الكريب يا حبايب قلبي ممكن تحشوه بالسجق، تحشوه بشرايح اللحمه، تعملوه بالبطاطس، زي ما يعجبكم المتاح عندكم اعملوه. وهنا يا حبايبي هغطيه واحطه على الرخامه، اركنه كده على جنب، واروح بقى ابدا اشتغل في عجينه الكريب بتاعتي. دلوقتي بقى يا حبايب قلبي هنعمل طريقه عمل الكريب. الكريب بتاعنا هنشتغل بنص كيلو دقيق بس. نص كيلو الدقيق دوت هنعوز له كوبايتين ونص من اللبن او الميه الدافيين. طبعا انا معايا هنا كوبايه من الحليب، كوبايه من الميه، ونص كوبايه حليب تاني. يبقى حطينا كوبايه ونص من الحليب، كوبايه ميه، هنحط معانا هنا بضايه وهنقلب كده كويس. هنحط معلقه صغيره من السكر، ولازم السكر يا حبايب قلبي علشان هو اللي بيدينا تحميره حلوه في الكريبايه. ومعانا نص معلقه ملح، ومعانا باكيت من الفانيليا البودر بلاش السايله. ومعانا يا حبايبي نص كيلو دقيق بتاعنا اهوت، وديت نص معلقه من النشا. هقلبهم كده كويس، لازم النشا كده علشان هو برضو اللي هيدي القرمشه بتاعتنا للكريبايه من بره. بصوا بقى يا حبايب قلبي، عايزين المعلقه الصغيره السكر ده هنخليها معلقه كبيره حلوه، ومعلقه نشا كبيره برضو. هنسمي بسم الله كده، واول حاجه اول معلقه كده كوبايه معياريه من الدقيق، وهنبدا نقلب بالراحه كده على هادي خالص لحد ما نشوف الخليط بتاعنا ده هياخد كميه دقيق قد ايه. ودي كده تاني كوبايه معياريه من الدقيق، ونفضل كده نقلب كويس لحد ما نشوف الخليط بتاعنا وعجينه الكريب هتبقى عامله ازاي معانا، وتدينا ايه قوام كده زي عجينه القطايف بتاعه رمضان. في وسط العجين كده واحنا بنخلطه هنضيف معلقه كبيره من الزيت كده كويسه، او معلقه ونص. ودي يا حبايبي كده تالت كوبايه ننزل كده بسم الله برضو، نفضل نقلب كده. انا بقلب بالاسباتولا كده، وبعد كده هبدا ايه اضرب العجين بتاعي بالمضرب. لا اما ما عندكيش مضرب برضو انزلي بالخليط بتاعك في الخلاط واشتغلي بيه لحد ما يبقى قوام ناعم كده وكويس كده يا حبايب قلبي. انا بتهيالي مش هعوز كميه الدقيق كلها اللي هم نص كيلو، خدنا بس 3 كوبايات. انا كده قلبت كويس بالاسباتولا، هروح اجيب المضرب واضرب العجين بتاعي ده كويس. والعاز ميه هوريكم برضو الخطوات بتاعتنا ايه اللي هتحصل. بصوا حبايب قلبي، انا ببدا كده اضرب العجين بتاعي بالمضرب كويس
هو هيعوز حبة ماء بسيطة خالص. شايفين يا حبايبي؟ اضربي الخليط بتاعك كده بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. الخليط بتاعي مش محتاج يتصفى بصفايه والله. بصوا ما شاء الله القوام بتاعه. شايفين اهو؟ ادي الخليط بتاعي كده بالمنظر ده زي ما انتم شايفين كده اهو اهوت. مفيش حاجه فيه مكلكعه، بس رغم عن ذلك انا هروح اصفيه بالمصفى علشان لو في اي تكتلات ولا حاجه متظهرش معانا. وطبعا العجين بتاعنا دوت او عجينه الكريب هترتاح معانا من 10 دقايق لربع ساعه ان شاء الله. وهنا يا حبايب قلبي زي ما انتم شايفين كده بدات اصفي الخليط بتاعي اهو كده اهوت زي ما انتم شايفين يا حبايبي. بصفيه كده ما شاء الله اللهم بارك. حاجه جميله جدا، جميل، وهعمليه في البيت سهل وفي توفير التوفير، وحاجه حلوه كل امكانياتها موجوده في بيتنا دايما متواجده. وفي طاسه هنا يا حبايبي هبدا اسوي الشاورما بتاعتي كده على النار. وهنا يا حبايب قلبي انا طبعا اي فلفل عندك، انا مش بفرض عليكي شيء معين يعني. فلفل الوان ماشي، فلفل طويل، فلفل حار، ادي فلفل احمر، فلفل ده طويل والله وانا قطعته بالطريقه دي، وده فلفل حار. وهنا الزيت بتاعي سخن جامد بسم الله. هبدا كده اشوح الشاورما بتاعتي او البانيه بتاعي. بدات هنا يا حبايب قلبي طبعا بقلب البانيه بتاعي زي ما انتم شايفين كده. بنفس الزيت كده يا حبايبي هنبدا نحط الزيت الفلفل ناخد تشويحه مع بعض كده حلوه، تشويحه بسيطه يعني يا دوبك بس اخد من طعم الايه الشاورما ونطلعها على طول كده زي ما انتم شايفين. هنا بقى يا حبايب قلبي بعد ما برد مني كده قطعته بالمنظر ده. شايفين منظره جميل ازاي؟ عشان يبقى جاهز على الحشو على طول. بصوا بقى يا حبايب قلبي شايفين المنظر جميل ازاي؟ الفراخ بتاعتنا جاهزه اهي، وجهزت الزيتون وجهزت الفلفل بتاعي اللي انا شوحته معاكم بعد تتبيله الفراخ. وهنيجي بقى بصراحه للمرحله اللي انا خايفه منها وهي تسويه الكريب. بصوا حبايب قلبي انا حطيت الكريب بتاعي في الطاسه الالومنيا منفعش بصراحه يعني عشان المصداقيه لازم نكون قايله لكم على كل حاجه، فمش نافع. فانا عندي هنا طاسه تيفال قديمه كده خدتها من الجيران عشان انا بصراحه ما عنديش، فقلت اجرب كده ايه اللي هيحصل لو عملت فيها. وانا كده بسم الله جبت الطاسه المهم ايه ورحت صبه ومسحتها طبعا بمسحه زيت بسيطه خالص. فشوف الموضوع هيعمل معايا ايه. بصوا حبايب قلبي انا بدأت كده ايه سخنة اوي، قلبتها كده بالمنظر ده زي ما انتم شايفين. يعني بيقول ان الموضوع بدأ ينجح ان شاء الله. طبعا يا حبايب قلبي لازم يكون المطبخ فيه امكانيات طاسة تيفال عشان تقدري تسوي فيها الكريب بتاعك. ودي النتيجة طبعا شايفين المنظر اهو. على قد ما قدرت اطلعه واسويه معاكم. عجينة كويسة بس بصراحة طريقة التسوية مش قد كده عشان الطاسة مش مساعداني. بصوا ما شاء الله وليبدو كده ان التسوية بدأت تظبط معايا. شايفين ما شاء الله اهو. انا قلبتها اهو ادي منظرها ما شاء الله لونها جميل. شايفين بسم الله ما شاء الله نجحت الحمد لله. ودي اهي الكريبايه معايا شايفينها ما شاء الله عامله ازاي اهي. شايفه واخده لون ازاي جميل. طالما نيتك تفرحي اولادك وتعملي لهم اكل مطاعم وكريبات مطاعم وحاجات حلوه كتير هتنجح ان شاء الله. بصوا الله جميله جدا ما شاء الله يعني حاجه تفرح. ممكن تعمليها وتشيليها في الفريزر لحين استخدامها. شايفين ما شاء الله منظر الكريبايه تحفه تحفه.
اهي انا قربت اخلص الكميه. طبعا بين كل طبقه وطبقه بدهن كده ايه بمسحه المنديل اهي. شايفين مسحه المنديل كده بدهن زبده. هي اول واحده بتفشل معاكي وتاني واحده بس ان شاء الله بعد كده ايه تكون ايدك خدت على الكربايه. شايفين ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم اهي المنظر ده. ابدا اقلبها حتى لو اتقطعت معاكي هتستخدميها برضو مش هتترمي. بصوا بقى يا حبايبي اللهم بارك. الكريب بتاعي طلع 12 قطعه من ديت. شايفين ما شاء الله اللون، شايفين الشكل. هبدا دلوقتي اروح احشي معاكم وتشوفوا المنظر. بصوا طبعا احنا هنا جهزنا الفلفل والزيتون وده مايونيز والكاتشب وادي الفراخ. بصوا حبايبي المايونيز ده انا عاملاه على ايدي عشان كده ما عنديش حاجه زي كده احطه فيها. وطبعا عايزين تخشوا على القناه بتاعتي اكتبوا طريقه عمل المايونيز من مطبخ رنيش عليه. والجبنه الموتزاريلا اهي. ويلا بينا يا حبايبي. ممكن تحطي تبداي تحشي كده بس انا هحشي على الطاسه على طول. طبعا يا حبايبي زي ما انتم شايفين الطاسه كده والنار والعه عليها علشان خاطر ايه الجبنه لما احطها تبدا تسيح. هحط كده في بايديكم بقى في طريقتين هعملهم لكم. اول حاجه هنعمل طريقه المثلث. هنتني كده بالطريقه دي وهنحط كده الجبنه بتاعتنا هنا كده بالمنظر ده كده الموتزاريلا. وهنحط قطع الفراخ طبعا عشان خاطر ايه الجبنه بتاعتنا تسيح في السخونيه. قطع الفراخ كده بالمنظر ده. وقرون الفلفل اللي انا شوحتها طبعا بالمنظر ده اهو. وقطع الزيتون. وهبدا كده ايه الف معاكم طبعا قبل هنا كده. طبعا هحط ايه المايونيز بتاعي اللي انا عاملاه زي ما انتم شايفين كده. هبدا ارص المايونيز كده بالمنظر ده اللي انت عايزاه بقى. حطي يعني شكلي الرغيف بتاعك بالطريقه اللي انت بتحبيها. عايزه تحطي كتير حطي قليل براحتك. هنبدا بقى بالمنظر ده نعمله مثلث كده وكده اهو يا حبايبي. بسم الله بالمنظر ده ما شاء الله. يبدا بقى نسيبه يحمر بتاعي ويستوي ان شاء الله. شايفين يا حبايبي. هبدا بقى ايه اقلبه على الجنب التاني بعد ما ياخد وش كده. بسم الله ده اهو. بصوا بقى يا حبايبي شغل بقى المحلات بقى. هنعمل ايه نبدا نسيح هنا حته جبنه موتزاريلا جميله كده زي ما انتم شايفين بالمنظر ده. بصوا بقى يا حبايبي شايفين بسم الله. نبدا بقى كده بالمنظر ده وناخد السندوتش بتاعنا بقى بالجبنه القمر دي. شايفين ما شاء الله شكله جميل. دي اول طريقه. هعمل لكم تاني طريقه. شايفين يا حبايب قلبي بسم الله ما شاء الله. نبدا بقى ايه نبص هنا كده في الطبق بتاعنا. الطريقه التانيه بقى يا حبايبي هنحط كده عادي ونتعامل كده عادي. هنبدا كده برضو نرص طبقه الجبنه الموتزاريلا بتاعتنا عشان تسيح. وكده بدأنا ايه دي طريقة السوريين. هنرص كده الفراخ بتاعتنا بالمنظر ده. الزيتون الفلفل مايونيز وكاتشب بقى كده يا حبايب قلبي زي ما انتم شايفين كده بالمنظر ده. هبدأ بقى كده ايه الف الرغيف بتاعي بالمنظر ده كده زي ايه السوريين كده. هبدأ اطبق فيه كده واحدة واحدة. طبعا هنا انا حطيت حرف من الموتزاريلا كده عشان اقفل بالرغيف. وابدأ بسم الله واخليه برضو يبصل من الناحية التانية وبكده يبقى ده الرغيف سوري معانا زي ما انتم شايفين ما شاء الله. اللون جميل. هبدأ بسم الله كده ارص برضو هنا جنبي اخوه واروح اكمل بقيه الخطوات بتاعتنا في الاخر وتشوفوا الشكل النهائي. بصوا بقى يا حبايبي هنعمل بقى ايه بالبطاطس. اي حاجه عندك اعمليها. عايزه تعملي بالسجق اعملي. ده بقى بس هنعمله ايه زي بتاع السوريين كده. بصوا بقى يا حبايبي بطاطس اهي محمره من قلب البيت من عندنا مش شارينها جاهزه يعني. لازم كده توفري كده وتعملي احلى حاجه لعيالك. هترصي بقى كده ايه طبقه زيتون لو عاوزه
براحتك، لو بتحبيها ما بتحبهاش ما تحطيش. حطي بقى طبقه المايونيز القمر دي اللي احنا عاملينها. وهنا بقى ايه هننزل كده ايه بالكاتشب كده، زودي كاتشب شويه عشان البطاطس بتحب الكاتشب. وهنا بقى يا حبايبي كده نبدا بسم الله، طبعا عشان بتاع سخنه وانا مش لابسه جوانتي هنلف كده بالراحه وعلى الضيق كده عشان الرغيف بتاعنا ايه يبقى مبروم بالراحه كده. وهنا بقى على حرف الرغيف كده او الشاورما بتاعتنا او الكريبايه نبدا كده ايه نقفل بالراحه كده بالمنظر ده. شايفين ما شاء الله شكله جميل جدا وخد وشه واحمر وبقى حلو. ده كده بالبطاطس. بصوا بقى يا حبايبي هنا بيبقى من الجناب كده بيبقى لسه ني، فتبداي كده تقلبيه تمسكيه كده تريحيه على ايديكي لحد ما يبصم معاكي وتسويه من جميع الاتجاهات. هنا بقى يا حبايب قلبي هنعمل واحده ميكس بقى. هنا رصينا طبقه البطاطس طبقه الفراخ. شايفين الجمال يا ولاد؟ ايه الجمال ده يا ولاد؟ ده حاجه كده ايه فوق الخيال كده. طبقه المايونيز القمر كده بالمنظر ده. شايفين ما شاء الله المنظر روعه. شايفين يا ولاد ايه الجمال ده يا ولاد؟ ده شايفين القمر؟ وحركه المطاعم المشهوره بقى حبه المايونيز الجبنه الموتزاريلا علشان ايه تمسكي بيهم بقى القمر بتاعك ده كده. ايه رايكم يا ولاد؟ انفع ولا ما ينفعش؟ القمر ده والحلويات والجمال ده.